بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا اليوم 19/4/2011 بتكلم من امام المجلس الاعلى للقوات المسلحه. الحمد لله اتنظمت وقفه احتجاجيه النهارده بدعوه من ائتلاف دعم المسلمين الجدد. الحمد لله المسيره كانت ممتازه جدا، حضاريه جدا، ما فيش اي احتكاك بيننا وبين الشرطه العسكريه ولا بيننا وبين الشرطه اللي موجوده. بدات المسيره بعد صلاه الظهر مباشره ببعض الهتافات وكلمات لبعض الحقوقيين والمشايخ، منهم اللواء الدكتور عادل ابو مصطفى عفيفي والشيخ ياسر البرهامي والدكتور احمد شحاته من الازهر الشريف. وانتقلت بعد كده المسيره بالهتافات بشكل منظم ومرتب جدا 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 في حمايه الشرطه العسكريه وبعض قوات الشرطه النظاميه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه بشكل حضاري جدا، الحمد لله مفيش اي احتكاك بيننا وبين اي حد. الحمد لله كانت المسيره منظمه، المرور ماشي، ما وقفناش طريق، ما فيش اي حد قطع طريق، ما فيش اي حد اعتدى على اي حاجه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه حرص ان يكون وفد من الائتلاف عشان يقابله. كونا وفد والحمد لله قابلنا المجلس الاعلى للقوات المسلحه جالنا اللواء سامح حجازي عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وقابلنا واعلن تعاطفه مع القضيه هو والعميد ممدوح بدين اللي هو قائد الشرطه العسكريه، ووعدوا ان هم يعملوا بعض التحريات عشان يشوفوا جذور القضيه بتاعت الاخت كاميليا والاخوات الاسرات اللي احنا قلنا لهم. وقدمنا لهم طبعا الورق بتاع تحقيقات النيابه وورق اللي يثبت اسلام الاخت كاميليا واسلام الاخوات وخطفوهم من قبل الكنيسه. اعلن المجلس ان هو هيبدا التحقيقات فوريا، واحنا رجعنا عند المجلس الاعلى للقوات المسلحه اتكلمنا بالبيان الختامي واعلنا استمرار الفعاليات والوقفات لحين خروج الاخوات الاسرات المسلمات مع دعمنا لانه تكون وقفات سلميه تامه ووقفات احتجاجيه ما فيش فيها اي نوع من انواع التعدي على اي مال عام او خاص. وفي نفس الوقت بنعلن ان احنا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه اذا قدم لنا حلول ايجابيه للقضيه، وبنعلن اننا مصرين على مطالبنا، 3 مطالب الاساسيه: اخراج الاخت كاميليا شحاته والاخوات الاسرات في سجون الاديره. المطلب الثاني محاكمه جميع من اشترك في تسليم الاخوات الاسرات المسلمات سواء من المسلمين او النصارى من اعوان النظام السابق وغيرهم. ثالث مطلب، ودي مطالب عادله جدا جدا جدا، ثالث مطلب ان احنا بنقول لابد انه يحاكم كل فرد اشترك في هذا الامر، ولابد انه يسن قانون لحمايه كل مسلم جديد يدخل الى الاسلام من اي ديانه اخرى سواء كانت النصرانيه او غيرها، حتى يدخل الناس الى دين الله طائعين وهم يامنون على انفسهم من خطف الاديره لهم ومن تعذيبهم في سجون الاديره. اسال الله ان يتقبل منا ومن جميع اخوتي القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.